لا انت خليك شمال افريقيا، انتم بتفوزوا، نحن بنكلمك هنا اسيا. نحن كيف يا اخي اسيا ولا احمد ترجعنا لاسيا عرب احمد نتكلم على اسيا. احمد الله يخليك، مره اخرى ما تقولناش انتم ديال افريقيا وحنا ديال عادل احنا عرب نبقاو عرب يا جماعه. احنا ما تكلمنا عرب ديال افريقيا وعرب ديال اسيا. شوف لا انا ما نقبلهاش نهائيا. حنايا العرب كنخدموا تحت الطاوله. نتكلم على كره افريقيا واسيا. شوف ما عندنا لا افريقيا ولا اسيا. عندنا عرب خارطه كلها فيها اعلام ديال العرب كامله. انا لا احبذ هذه الفكره. انتم عرب افريقيا وحنا عرب اسيا وحنا عرب ديال بنغلاديش وحنا عرب ديال اذا تقول هكا ما تقولوش. باش ما ترد على خالد غير مقبوله. رد على خالد قاسم لا شوف لما قال عرب افريقيا احسن ولا عرب اسيا. كل حلقات لا اسمح احمد الله يخليك. لا رد على خالد احمد يا بسالك يا الحوار اخذ وعطاء. لا ما انت كل خالد لما قال خليكم في عرب افريقيا وكنتم عرب. اسمح لي احنا عرب ما نتطوروش. اذا نتكلم بالعقليه هكا ما كنتطوروش. سلطنه عمان منتخب عمان شنو هو اللاعب المميز عندكم عطاكم في الخليج؟ شنو هو؟ تقول لنا مباراه على البرازيل فيما نهضروا معك تقول لنا البرازيل والارجنتين البرازيل والارجنتين. من هي البرازيل ومن هي الارجنتين؟ الارجنتين فازت عليها السعوديه في كاس العالم. استاد العالم استاد العالم استاد البرازيل. اسمح لي لا انت ورطت. لا تكلم البرازيل استاد العالم. البرازيل استاد العالم في كرة القدم. البرازيل حاليا لا تقول والارجنتين من اسوء المنتخبات الحاليه. لا جينيراسيون اللي كاينه البرازيل والارجنتين فاز عليها المغرب والارجنتين تعادلت مع والارجنتين على نفس لا اسمح لي بان دول الخليج تحلم بالبرازيل تحلم بالارجنتين وتحطموا ثمن افريقيا. مش معقول مش معقول صراحه. لا من اسياد العالم ما كاينش اسياد العالم. لا على نفسك بالبرازيل والارجنتين. اسياد العالم عليك مش علينا احنا. لا احنا مش اسياد علينا البرازيل. احنا فزنا على البرازيل. لا اسمح لي فزنا على البرازيل بجوج واحد. فزنا على البرازيل. اسمح لي فزنا على البرازيل. ما يصير تكلم كذي. ما يصير اقل من 20 ولكن ما تقولنا احنا اسياد. لا تعال مش اسياد. ما يصير احنا مش عبيد للبرازيل. تذكر اللعبه واحده. احنا مش عبيد للبرازيل. احنا ندافع على الكره العربيه. كرة القدم البرازيلية في المؤتمر الصحفي قال نحن لا نمثل العرب. ما يخالف. لأنك كرة القدم بالرياضة البرازيل والأرجنتين أرغى منك كلمة. على نفسك. لا تكلم واقع. لا لحظة أنت في أنت تعادلت في تونس قاعد تغنى فيها مع البرازيل وأنت عندك فوز واحد قاعد تقول. لا البرازيل عندهم لاعب واحد اللاعبين العرب كلهم. اي لاعب اسمح لي ما يصير. اسمح لي تبيها عروبه سوف يقع عروبه. اسمح لي تبيها رياضه سوف يقع رياضه. شنو تبيها؟ لا رياضه لا على عيني واسمعني. انا اقول لك رياضه البرازيل الارجنتين فوق العرب كذي بالرياضه. هذا واقع فزت عليهم الكل واسمعني يا صاحبي. انت تعادلت يا تونس يا برازيل تونس للحين تسولف. انت فايز للحين تسولف. لا حبيبي العرب هي مو حرب هي رياضه كره قدم. احنا هذولي البرازيل الارجنتين المانيا هذولي اسياد العالم بالرياضه. اسياد عليكم مش علينا احنا. عليك بعد عليك تاريخ. البرازيل فزنا عليها وليد الركراكي طنجه بجوج لواحد. متى؟ في كاس يا متى اذا ما تعرف. لا هو كم مره فاز عليه؟ في واحد ما عرفش المغرب فاز على البرازيل. هذه هي. في واحد ملعب طنجه. اي هذه هي. في واحد ما عرف كاس العالم في الشيلي ما فزنا على البرازيل. بس ماسك السالفه هذه عليك طاقك 10 مرات تفوز مره تقول لي فزت على البرازيل. مره فيش شفت شلون مره واحده حافظها هذه اخر انتصارات عند المغرب. هذه بس مره واحده انت مره واحده عند البرازيل وتونس تعادل مره واحده ذبحنا. تعادلنا البرازيل هذا بيحلم. البرازيل مع شوف رياضيا البرازيل والارجنتين والمانيا كذي العرب كذي
مع احترام احنا اصلا وصلنا الدور الاربعه مع المغرب، هذه مره ما راح تصير. العقليه هذه، هذا شمال افريقيا وهذا شمال اوروبا وهذا العربيه وهذا كذا. لا اسمح لي عربيه، كيفاش نطوروا رواحنا اذا كان انت تقعد تحكي لي على البرازيل، على نفسها البرازيل كلمني فيها يعني البرازيل والارجنتين. انت تعادلت يا مباراه المره اللي فاتت جاي قال لي قاعد تغنى مباراه البرازيل تدريبيه للحين، يحكي لي للحين وهني تغنى مباراه البرازيل فايز على البرازيل بالمغرب، هو مجاب له 10 مرات على اوروبا مرات فاز مره مستانس. يبقى البرازيل الارجنتين المانيا وتفاحه. صحح معلوماتك مش 10 والله العظيم مع البرازيل مش 10 مش 10 صحح معلوماتك مش 10 احنا مع البرازيل محسوبين على رؤوس الاصابع كم مباراه المغرب والبرازيل، ولكن المنتخب الوحيد اسمعني المنتخب الوحيد في العرب هو المغرب الذي فاز على البرازيل مع وليد الركراكي، فاز على اخر نتائج. من كم مباراه فايز عليه؟ ما شافهاش؟ من كم مباراه؟ كيفاش ما شاف مباراه؟ عدد المباريات انت لعبت على البرازيل كثر؟ احسبها انت احسب لي اياها. لا احسبها انت اللي كتقول 10. احسب لي اياها 10 ربحتوا واحد. اخر لعيبه المنتخب البرازيلي بعد اولا البرازيل. لا اسمح لي كاس العالم انا فزت على فرنسا 1-0. ابي البرازيل مالو مال البرازيل وهي حتى اوروبا. البرازيل والارجنتين هو قاعد يتكلم على فرنسا الحين. هاي بالبرازيل والارجنتين. تعال لي حق البرازيل والارجنتين. فرنسا الحين اقوى من البرازيل. لا فزنا بالارجنتين. لا اسياد العالم شنو اسياد العالم بالرياضه حلمه مع البرازيل. الحين انت بتحط منتخبات كاس العالم، اطالع الجدول قدامك، منو اكثر فريق ماخذ كاس العالم؟ تصنيف البرازيل. انت وين والبرازيل وين؟ انت وين والارجنتين وين؟ لا هذا واضح. من يشمولون احنا نشجعكم حاب تطور من نفسك. احنا نشجعكم وراني بلاش اما كلام حاب تطور انت مع تونس تعادل مع البرازيل لغايه الحين يتغنى فيها واللي فاز على البرازيل. سبب عدم تطور كره القدم في الخليج امثال هذا. الله لا ايه امثاله دي سبب تدهور الرياضه العربيه المجاملات يحلب البرازيل ونسى الكويت. يا ودي طور الكويت لا تشوف البرازيل. سبب دمار الرياضه العربيه المجاملات. اللي ما يقول الحق قول الحق. انت تجامل، انت مجامل، رجل مجامل بس الحق. هل انت تقول معتمد كلامك ان المغرب وتونس افضل من البرازيل والارجنتين؟ هذه شعبني فيها يا ربي. مين فاز على الارجنتين في النهائي في الشيلي؟ انت الكويت البرازيل. لا حول ولا قوه الا بالله. متى هذا اي سنه تتكلم؟ هذه السنه. المنتخب الاول كاس العالم اقل من 20 سنه. المنتخب الاول انت يمكن مزور. انا دراني مزور. طور بعد اقل من 20 سنه. يمكن مزور. انا ايش دراني يمكن مزور. يمكن مزور في كاس العالم. تزوير. لا تكلمني عن الشباب. الفريق الاول الصغار تزوير. انا حطيت هذا اتهام خطير. هذا تتابع عليه في المحاكم الرياضيه. ما يخالف اقسم بالله تتابع. انت تتهم الجامعه الملكيه المغربيه انا اعمار. اسحب كلامك من المجلس يا هذا. جمال اسحب كلامك. اسحب كلامك. لا جمال لحظه اسمعني. انك تتناقش مع فنيين حقك، لكن اسمح لي ما اسمح لك تسيء الى الجامعه الملكيه. لا بالعكس. انت قلت تزوير. منتخب المغرب اسمح لي. خالد مع المغرب انا اقول منتخبات الشباب الناشئين فيهم تزوير. ما عندنا احنا تزوير. الكل ما عندنا تزوير. ما قلت المغرب. انا جماعه الرياض. لا انا ذكرت اسمح لي. انا ذكرت بان اخر منتخب فاز باقل من 20 سنه هو المغرب في الارجنتين، على الارجنتين في النهائي. فاز على البرازيل. نعم. فاز على الفريق الاول. الفريق الاول اعطيني الشباب. انت فزت على اسبانيا وفزت على البرازيل. عمان فاز كاس العالم. هذا اللي على الكويت خلي عمان. وصل عمان. محمد عامر عماني خذ افضل لاعب بالعالم. افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي هذا افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. فاز كاس العالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. سعودي محمد عامر افضل لاعب بالعالم. ايش دخل بيته؟ ايش دخل الكويت؟ والكويت انا اكلمك كاس العالم في 82 مع فرنسا بغاو ينسحبوا. هذا مو مقياس.
كاس لاعب هذا مو مقياس. الحين هذا مو مقياس. هذا مو مقياس. لما اقول لك الشباب، لما اقول الشباب الناشئين تعال على المنتخب الاول، شباب ناشئين اطلع الثاني قانا واصل 14 مره في نهائي كاس العالم. السعوديه جابت كاس العالم، يعطيكم العافيه. السعوديه لعب نهائي كاس العالم. كاس العالم جاب كاس العالم. اسمعني انا بعد عرفت. لا انا قاعد اتكلم انه بالنهايه بعد عرفت علاش دابا غنهضر على النموذج ديال الكويت، علاش ما تطوراتش كره القدم في الكويت. عادل لا هو قال لا ما نقص انا من حد، انا ما نديرش بحاله. هو شخص لا انا ما نديرش غنهضر عليه. اولا كيقول كلام خطير جدا. لماذا؟ لان عندما نكون فئه اقل من 17 سنه واقل من 20 سنه فهذا يعني اننا نطور للمستقبل، وبالتالي مثلا النموذج الذي اقدم عليه فوزي القجع بتوفر مالي سيوله كبيره من جلاله الملك الذي قدم كل الفريق الاول. خالد اتكلم عن الفريق الاول اللي ناشئين شباب. لماذا؟ انا اتكلم عن الفريق الاول. الفريق الاول لا تعال الفريق الاول صغار ناشئين شباب. لا الفريق الاول ما يخالف انا معاك. هذا كاس عالم رابع عالميا. بلغاريا صار الرابع عالميا. وين بلغاريا؟ المغرب الرابع عالميا. بلغاريا صار الرابع العالم. وين الحين؟ بلغاريا لا حول ولا قوه. كوريا الشماليه وصل 94 بلغاريا 94 وصل دور الاربعه. وين الحين؟ انا اقول لك البرازيل الارجنتين المانيا. هذا لما يموت ويهزوا الناس غادي يغطوا بالعالم. انا مش بالعالم الكويت. اتكلم عن فرق حققت كاس العالم. البرازيل المانيا الارجنتين هذول فرق فوق. احنا العرب لا نقارن نفسنا فيهم. احنا ممكن لا ما تقارن. شنو عندك؟ حط فريق عربي عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. طلع هو الكره. عندك كاس عالم. انا نقارن نفسي بيه. احنا العرب داير كاس العالم نستانس. هم ينافسون على كاس العالم. يعني شنو يلعب عندي انا نتخبى في البيت؟ عندك كاس عالم نلعب وننافس. عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. فزت على فرنسا بكاس العالم والمغرب جرب على البرازيل. احكي لك من فرنسا تعالي. لا تعالي. لا كم كاس عالم عندك؟ تحب تتطور انت تأهل. قارن نفسك. اقول اسمعني انت تأهل كاس العالم ما تصدق. هم يبون كاس العالم. احنا بالعرب يا جماعه احنا بالعرب. لا والله ما كتقول شي حاجه مفيده بالله. احنا العرب شوف خلينا على العرب والعرب ها هما كاس العالم الثالث. هذول يبون كاس العالم. العراق الامارات مصر ها جزر القمر ها تونس ها المغرب ها قطر. حبيبي العرب والعرب اتفقوا على ان لا يتفقوا. عادل العفو بس انت اوكي من حقك تمدح المغرب ونتائج المغرب. لا انا امدح الكره العربيه. اسمعني بس الكره العربيه. انا تكلمت على الكره تطوير. احنا جينا هنا نتكلموا على تطوير كره القدم العربيه. ما ينقص من الكره العربيه. انا ما بسمح له يزيد. لا نقصها مع البرازيل والارجنتين صح ما نوصل نفسهم. انا لا اؤمن بالبرازيل ولا بالارجنتين لاني تفوقت على البرازيل في الكبار وتفوقت عليها. وين كاس عالم عندك؟ كم كاس عالم؟ اخر نتيجه كم كاس عالم؟ وان شاء الله وين اخر النتيجه؟ كم كاس ان شاء الله الى كتاب وما متناش وجينا لهذا المجلس الموقر ويكون المغرب لعب مع البرازيل في الولايات المتحده الامريكيه سوف اسكت ذاك الفم ان شاء الله. شوف عادل العفو من حقك يعني تفتخر بانجازاتك وبالاشياء اللي عملتها. ذا كان تونس وذا، بس بنفس الوقت ما تنسف كل تجارب الاخرين. شكون التجارب؟ تجارب الكل دا يحاول. انت نجحت. لا ولكن شكون اللي سفنا؟ احنا ما سفنا توا. بس اسمعني انت تقول الخليج ما دا يتطور بسبب هاي العقليات. لا انا قلت كرة القدم الان لانه هو شوف بعدين دخلت على الكويت قلت الكويت خسر بال 82 وذكرت نتائجه وذكرت هذا. وشفتوا عليه هو راه قال لك احنا عندنا التزوير. هذا راه كلام خطير. هذا راه في مجلس موقر. ما يقولش بان احنا تطوير كرة الاول. لا عادل تطوير كرة القدم يبدا بالناشئين 17 سنه 20. الان تجربه انا ما خلانيش نكمل. التجربه المغربيه هاد 17 سنه اللي معاهم ما حد ناكر. لا غير اسمح لي. هاد التجربه ديال الاقم 17 اللي معاهم نبيل بها وجاو هنا الاسباير ووصلوا للدور الثمانيه. الان غيطلعوا لاقل من 20 والتجربه عطاو ان هذا المدرب غيبقى معاهم في اقل من 20.
وهبي اللي مشى للشيلي وفاز مع المنتخب على الارجنتين في النهائي غيطلعوا الاقل من 23. لماذا اقل من 23؟ يستعدوا للالعاب الاولمبيه ويستمر معهم وهبي. يعني كاينه هناك استمراريه، هذا من اجل تطوير كره القدم. تجربه ناجحه بصفه تجربه، وهذا ما خلاناش نقولوا هذا مصلح هو يقول. لا لو سمحت نشأت لو سمحت، انا قاعد اتكلم على الفريق الاول. انا اتكلم على الفريق الاول. نشأت كلمه واحده، نشأت على المنتخب الاول. الفرق العربيه الفرق العربيه تسوي مسيره انها صعدت كاس العالم. الارجنتين والبرازيل يفكرون ياخذون كاس العالم، هذا الفرق. جمال اسمع التجربه الوحده نقولها نكملها. كيهضر على المنتخب الاول، اوكي المنتخب الاول الان هو مصنف 11. لا غير اسمح لي نجاوبوا على المنتخب الاول 11 عالميا، والرابع اخر كاس العالم، اول عربيا كاس العالم الاخيره، الرابع هنا في هذا القطر اللي لا ننكر خير كل الجماهير العربيه التي وقفت وراء المغرب، وخاصه دوله قطر، لان فال خير على الكره المغربيه، ونفس الشيء الان نتمناه في الكره العربيه. عادل وعمار وجمال، شكرا لكم. سخفتنا يا صاحبي بس ان كل واحد فيكم يدافع عن فكره ونهجه، هذا حقكم في النهايه، ويعجبني انا الشخص اللي يدافع عن وطنه. ما فهمنا حاجه وعن انجازات وطنه، مش لازم تفهم، انا فهمت موضوعهم. ما فهمت انت يوم انت تتكلم شمال افريقيا واسيا ما تكلم معك، نحن تكلمنا. احمد هذه مشكلتك انك ما تعرف ثقافات غيرك. لا عارف الثقافه، تعرف ليش يوم انت تتكلم شمال افريقيا ما تقولش شمال افريقيا، قول عربي يا صاحبي. مالك انت عاوتاني غتطبخني هذا النهار. قول عرب مش شمال افريقيا، خلي شمال افريقيا. عرب يا اخي، وهذا في شمال افريقيا، هذا عرب يلا جزر القمر في شمال افريقيا، انت ما عرفتش الخارطه. عادل كلمه هذا احنا ما نتقبلها. ايوه هو ما حتى احنا ما نتقبلوش. وانتم هذا احنا كلمه هذا ما نتقبلها. هذا السيد بس اسمع، هذا السيد من قول السيد في شمال افريقيا سبق وان قال هذا علي، ما زعلت. شكون هذا؟ نحن قال هذه عندنا. انا شوف عندي حاجه نحن شوف كنطلبها منكم، ما تبقاوش تقولوا لنا يقول لك لا تقول لي شمال افريقيا، لا تقول لي شمال افريقيا، تزعلوا منا يعني. احنا عرب. لا رجاء كلام ريال واضح. عادل يقول لك احمد لو سمحت، يقول لك لا تقسمونا يا اخي، يقول لك احنا عرب، احترم رغبته. اوكي انتم عرب. ابو جاسم دقيقه ثانيه، دقيقه في واحد كبير بيتكلم. جمال مبارك يتكلم من منظور ان البرازيل رقم 1 على المستوى العالمي بحكم فوزهم بكاس العالم. اوكي. وعادل رحموني وعمار يقول لك والله اوكي حتى لو ما فايزين بكاس العالم لكن احنا مش اقل منهم مستوى، احنا الان نلعب معاهم والند بالند ونفوز عليهم، وهذا كلام منطقي في نهايه المطاف. اوكي صحيح، ما شاءت الظروف ان احنا نفوز بكاس العالم، ولكن الان اصبحنا في الطريق اللي ممكن من خلاله نفوز بكاس العالم. ولكن كلمة أسياد هي اللي ما كايناش. لو سمحت ماشي أسياد، لو سمحت دقيقة، أنا ماشي عبيد. والدليل حصول المنتخب المغربي أو وصوله للدور نصف النهائي في كاس العالم 2022، هذا مش بالصدفة. والدليل فوز المنتخب المغربي على المستوى كاس العالم للشباب، مشاركة جبارة وجميلة جدا في كاس العالم للناشئين، المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، في تطور كبير ملحوظ اصلا عندي انا في كرة افريقيا. خلينا نتكلم العرب، نعم صحيح، لكن في النهايه انت تنتمي لافريقيا، والقصد فيها مش تقليل، بالعكس احنا نفتخر فيكم، احنا لما نشوفكم نشجعكم ونفرح فيكم، لان احنا في النهايه انتم تمثلوننا، ولكن في النهايه تصفياتك في افريقيا وتلعب وتتاهل الى كاس العالم مقعد افريقيا، فاحنا نسميكم عرب افريقيا، ليس انتقاص، وانما فخر فيكم، نفتخر فيكم، انتم اخواتنا، احنا نفرح فيكم، احنا نسمي نفسنا عرب اسيا وعرب افريقيا بحكم القارات لا اكثر ولا اقل، لوضع جغرافي لا اكثر ولا اقل، يعني هي مساله. لكن بالعكس انا اتفق مع عادل في نقطه مهمه، انه هو يقول لك يا اخي لا تسمونا واحنا جالسين معاكم شمال افريقيا، احنا الان بطوله عربيه كلنا عرب، وانا اتفق معه، انا احب هذه النقطه. الجزيره العربيه، الخليج، مو من عندنا جبنا مصطلحات، كيف احددك اقول عربي بدون تحديد هويه؟ لازم احدد اول هويه. لا عربي مش محدد هويه. مش ما قالوش كاس العربيه افريقيا. لا اسمح لي، سمينا كاس العربيه، قلنا كلمه عربي مش محدد الهويه ديالنا. عربي من وين؟ احنا خاصنا نقولوا من شبه الجزيره العربيه. من وين؟ من تونس. من تونس. والله ونعم فيكم. من قطر. انتوا على ما حد قلل، انا مستغرب. ما يقلل احمد، ترى ما يقلل. حتى سكت. اقسم بالله باش نختم هذا الملف هذا، اقسم بالله العظيم يمينا وهذا المجمع ان المغاربه فيما تكون لعبه العراق ولا الكويت ولا السعوديه ولا قطر، اقسم بالله الا كيشجعوا
تخيل معايا لو شعورنا احنا نفس الشعور يا اخي. تكون شي كاس العالم مثلا. ها انت الحمد لله جاي كاس العالم في المغرب في 1930، وشوف المنتخبات العربيه اللي غتشارك في الملاعب المغربيه، وشوف واش الجمهور غيكون. لان شوف المغاربه الان ما عمرهم ما نكروا قطر، ودائما شوف الشوارع كي دايره بالمغرب. خليني نكمل الله يخليك. نحن معاكم يا اخي. انت كنا نكرناكم ونتكلم عليكم جاسم، مسمين عليكم تيمومي، مسمين بلومي، مسمين على فكره نعدنا صغار ونشجعكم. بالمختصر نحن نكركم يا اخي. بالمختصر انت طلعت لنا فيه. اذا يمكن ما فهمت لغتي هم يشجعونك اكيد. ما في نقاش، نشجعهم. شجعكم. انا جوج كلمات استاذ خالد، جوج كلمات احنا متفقين عليها كاملين. هي ما يقول لك البرازيل، يقول لك البرازيل كتلعب كره عندها سحر كره، ولكن ما يقولكش اسيادنا. لو سمحت خالد، اسيادنا ما كاينه. بس دقيقه، لسنا عبيد. اسياد الكره ما تكلمت انا فيها. احنا في الدوري عندنا دورياتنا احنا نقول عن هذا الفريق هذا الزعيم وهذا المتسيد البطولات وكذا. هو القصد ان كلمه كرويه، يعني كاس العالم اللي فاز بكاس العالم اكثر فريق او اكثر منتخب، من يتزعم كاس العالم هو يعتبر الاسياد تبع البطوله وليس اسياد العالم. اسمح لي، يعني لا القصد من تقليل ابدا، لكم الاحترام ولكم التقدير ولكم كل شكرا شيء. شكرا. بل اني انا اشاطرك الراي تماما فيما ذهب اليه جمال، واطلب منا الاعتذار عن موضوع كلمه التزوير، لان اليوم لا ما في منتخب يسمح اليوم. كاين جهاز في مراقبه. احسنت، في مراقبه وفي كل شيء انه توضيح الاعمار. هو خطا في التعبير من عنده، يعني انا التعبير. ابو جاسم انا ما قلت اسياد على عيني وراسي. ابو جاسم قبل ما قلت اسياد، قبل كلمه اسياد شنو؟ قلت اتكلم رياضيا. نعم 4 مرات كلام. لا حد يحط مصطلح يركبه على كيفه. انا اقدر اي واحد يقول اي كلمه اركبها مصطلح على كيفي، بس لا انا قلت رياضيا. انت ماشي زين. قلت كلمه اسياد موضوع قلت رياضيا. اسمح لي، موضوع التزوير ابو جاسم شنو قلت انا؟ اسمعني التزوير. لا اعتذر عنها وسكر ملف. لانه وياك ابو جاسم شوف، اذا هو قصده عباله عن المغرب انا اعتذر، بس انا مو قصدي المغرب. يوم قال اسمعني بس لا خلينا نتكلم. يوم قال الفرق الشباب الناشئين قلت انا من نفسي ما اعترف فيها. مو قصدي المغرب. ايوه قصدي ان في الناشئين والشباب فيهم تزوير، بس ما قلت المغرب. قلت انا اتكلم عن نفسي. يوم تكلم عن الفرق المغرب خذوا كاس العالم، احنا هني قاعدين بالمجلس نشجع كاس العالم كلنا قاعدين نغني حق المغرب. صح. بالعروبه لا حد يتكلم عنها، بالوطنيه لا حد يتكلم عنها، احنا نتكلم هنا بالمجلس رياضيا. ترد علي رياضيا ارد عليك رياضيا. وهي اقول لك لا حد يزايد على وطنيه الاخر. عندي ختام، وجبت طاري من ساعه اكاديميه الملك محمد السادس. ترى من اروع الاكاديميات اللي انا حقيقه افتخر فيها، وفعلا نتائجها واضحه على الملأ، من انجازات كرويه كبيره وهائله للكره المغربيه. حقيقه هذه يشكرون على هذه الاكاديميه، واللي اتمنى ان ايضا تكبر هذه الاكاديميه مثل اكاديميه سباير في وعايزين اكاديميه في الكويت، في عمان، المهد في العراق، في المهد في السعوديه. السعوديه، وفي اكاديميات كثيره قاعد تطلع عندنا. بالعكس هذه نحن نفرح انها تكبر عندنا. يعني وغلط تستنسخ. لا مش غلط طبعا. طبعا في اثناء كلامي انا كان في شيء حلو هناك جميل على الطرف الاخر بين عادل وبين بين جمال مبارك. نعم حوار ساخن. نعم حوار يعني بط اذن محمد الكعبي. انا احب وانا اذني يعني. عادل بس شوفهم المي والله خالد. شوف محمد نظام وشايفه وصلت سلام. شحال شربني الماء. شوف تسلم. شحال شربني الماء. شوف الماء تقاضى في قطر. شوف وانا بصراحه كان بينكم رجل سلام قطري في النص. يعني يعطيك انت تفاحه ويعطي تفاحه جمال مبارك. يبي يهديكم بس هو شكلها عادي مكمل الهوشه. النعم والله والنعم. خالد بوقف يمسكني، بيوقف يمسكه. طيب وشوف خالد وهذاك خطير. خطير ايه؟ فرعون خطير يا عم. انت بتقوم له يجي يقوم لك انت تقعد، انت هو يقوم لك انت تقوم له هو يقعد. انا قلت هيمسكوا في بعض. ايه اللهم يا عم بقى انتوا بقول لكم ايه، والله الواحد ما هيركز معاكم بعد كده. اسطى عبد الحلاق لا هو معاك ولا معاك. طيب سؤال اخير. عنده شام هذا ما درى ايش اللي بيشاف. سؤال وبعدين يعني هذا الرجل احترمه قاعد يقول لكم هدوء. والله ما عندي سؤال.